كريستيانو رونالدو ماضيه البعيد خلفه تاريخ مرسوم، وماضيه القريب بجواره بالتتويج محكوم، وحاضره بلقب أفضل رياضي في أوروبا موسوم. تجاوز رونالدو كل رياضي أوروبا باسم كرة القدم، لم ينفع أمامه مضرب ماراي ولا مقود سيارة نيكو روسبرغ ولا اندفاع السباحة كاتينكا هوزو. باسم كرة القدم أثبت هذا الموسم أن كل الرياضات تتشابه أمام ما فعله. الوصول إلى مرتبة الرياضي المتكامل في نظر من صوت له لم يكن مقرونا بخطوة واحدة، بل بمسار حياة كان فيه رونالدو بارد الأعصاب مع أكثر المواقف تشنجا. ركب كريستيانو أحلامه متجها إلى تحقيقها، ونزل بها إلى أرض الواقع. كانت الكرة نظارته الوحيدة لرؤية نفسه من خلالها. وضع الكرة تاجا على رأسه، وبقدر اهتمامه بها كان الجزاء من جنس ما أراده. كبرت أحلامه كطبيعة النمو البشرية. لبس قميص سبورتينغ وألبس لكرة القدم ثوب المهاجم الحديث. كان الأسطورة فيريكسون متابعا لقدمي البرتغالي وملمحا لكريستيانو: قدمك ستضعها في مسرح الأحلام، وفيه عش واقعك. كان رونالدو صانعا للفرح رفقة مانشستر يونايتد. لم تكن الألقاب بعيدة إلا على مرمى هدف. نصب نفسه ملكا، ولم يتخلى عن الصفة حتى بزيه الجديد الأبيض الملكي. تغير لون القميص ولم يتغير الأداء، إلى أن وصل إلى قمة العطاء المتبادل بينه وبين ريال مدريد، عطاء اختصرته الألقاب الفردية والجماعية. الباحثون عن سر وصول رونالدو إلى ما وصل إليه، مراحل بناء جسم أي رياضي، هي الصورة الكاملة للإجابة.